نادي الزمالك بيطلب منه 2 لعيبه يلعبوا مع طبعا النادي الاهلي في ماتش اتلتيكو مدريد. 2 لعيبه، ومستشار مرتضى شكر كابتن محمود الخطيب، ووعده ان بعد ماتش اتلتيكو مدريد ان هو هيجي يزور النادي الاهلي. لكن هنا السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، مين اللعيبه اللي هتروح، خصوصا ان الزمالك عنده ماتش يوم السبت مع الاسيوطي في اسيوط، في ملعب اسمنت اسيوط. فهل مثلا النهارده مثلا عندك حازم امام مثلا خد الانذار الثالث، مش هيلعب الماتش اللي جاي؟ هل حازم امام مثلا كابتن من كباتن نادي الزمالك هو ممكن يروح يلعب مع الاهلي في ماتش اتلتيكو مدريد، خصوصا ان الاهلي الماتش ده يعني من اجل ان ضد الارهاب وجايبين لعيبه من كل الدول العربيه. كان في كلام ان عموري جاي، عموري لاعب الامارات. طيب هل عموري هيسافر وهيترك مثلا دوره الخليج ويجي يلعب؟ كل الكلام ده مطروح. كهربا كان في كلام، حسام غالي كان في كلام، لكن نادي الزمالك عنده مباراه الساعه 5، وماتش الاهلي اعتقد هيكون بعديها بساعتين 3 في